السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في خاطرة إيمانية جديدة. الصلاة اللي بتكون سبب حسن الخاتمة ومحدش بياخد باله منها. في ركعة مش طويلة ومش محتاجة صوت عالي، ركعة ممكن تغير مصير إنسان من الجنة للنار أو العكس. مش آخر صلاة صليتها بإيدك، لكن آخر صلاة ربنا قبلك فيها. في ناس بتموت وهي ساجدة، وناس بتموت ولسه مكملة تشهدها، وناس تانية كان نفسها تصلي بس للأسف الوقت جري منها. الغريب إن أغلب الناس فاكرة إن حسن الخاتمة ضربة حظ أو كرامة مخصوصة لناس معينة، لكن الحقيقة المرعبة إن حسن الخاتمة قرار بيتاخد قبل الموت بسنين. النهاردة مش هكلمك عن الصلاة بشكل عام ولا عن فرض وسنة. النهاردة هكلمك عن الصلاة اللي كانت آخر خيط بين عبد وربه، ركعة واحدة كانت السبب إن ربنا يقول خدوه ده جايلي. بس قبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو كلامي لمس قلبك اكتب لي في الكومنتات آخر مرة حسيت فيها إنك صليت من قلبك كانت إمتى. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الصلاة اللي اتصلت وقت ما الدنيا كلها كانت ضدك. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. آخر صلاة قبل الموت مش دايما بتكون في مسجد ولا في قيام ليل، أحيانا بتكون صلاة مكسور فيها العبد. الصلاة اللي بتيجي وانت تايه، مضغوط، مكسور، شايف الدنيا مقفلة، ومع ذلك تقوم مش لأنك قوي، لا، لكن لأن ملجأك الوحيد هو ربنا. الركعة دي بتبقى إعلان غير مباشر: يا رب مفيش حد غيرك. والعجيب إن النوع ده من الصلاة بيسيب أثر لا يمحى في الصحيفة، لأنها صلاة صادقة مش متزوقة ولا معمولة علشان الناس. يروى عن عبد الله بن المبارك إنه شاف راجل في سفر كان دايما يصلي ركعتين في أشد لحظات تعبه، فلما سأله قال: أنا مش بصلي علشان ارتاح، أنا بصلي علشان أفضل واقف. ومات الرجل بعد سنين، وكان آخر ما شوهد عليه أنه توضأ وصلى ركعتين قبل ما تخرج روحه. شاب فقد شغله واتقفل في وشه كل باب، دخل المسجد وقت العصر صلى ركعتين سنة وبكى بعد الصلاة، قال: مش عايز حاجة بس طمني إنك سامعني يا رب. بعدها بأيام توفاه الله في حادث، واللي غسله قال وشه كان مبتسم بشكل غريب. واللي عايز أقوله لحضرتك، لو مستني تصلي لما تستقر مش هتصلي. الصلاة اللي بتفتح أبواب السماء هي اللي بتطلع منك وانت مكسور. اوعى تستهين بركعتين في ضيق، ممكن يكون دول آخر ركعتين في عمرك ومفتاح خاتمتك. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الصلاة اللي اتعملت في السر وربنا حفظها لآخر لحظة. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جوف الليل نور. في ناس بتصلي من غير ما حد يشوف، مفيش تصوير، مفيش صوت، مفيش بوست بيتكتب، ركعة في أوضة ضلمة، سجدة طويلة ودمعة نزلت من غير ما حد يحس. الصلاة دي ربنا ما بيضيعهاش، إنما بيخبيها علشان يطلعها وقت الموت. عن حذيفة بن اليمان أنه كان يقوم الليل وحده، فلما حضرته الوفاة كان آخر كلامه: مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق. في راجل بسيط لا شيخ ولا داعية كان بيصلي الفجر في بيته، سنة الفجر بس، ومات فجأة وهو ساجد على سجادة الصلاة. واللي عايز أقول لحضرتك، صلاة السر هي راس مالك الحقيقي، محدش هيشهد لك غيرها. اوعى تسيب قيام الليل ولو بركعة، يمكن تكون هي اللي تشفع لك وانت لوحدك. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الصلاة اللي سبقت الموت بلحظات وربنا قبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
في ناس ربنا بيديها فرصة أخيرة، ركعة أو حتى نية صلاة، واللي عاش على الصلاة ربنا بيكرمه بالصلاة. في راجل من التابعين كان مريض، طلب يتوضأ وصلى ركعة واحدة وسجد ولم يرفع رأسه. ممرضة بتحكي إن مريض طلب اتجاه القبلة، رفع إيده كأنه بيكبر ومات. واللي عايز أقوله لحضرتك، اوعى تأجل الصلاة، اوعى تقول لسه بدري. آخر صلاة مش بتيجي باختار. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، محدش فينا ضامن آخر كلمة ولا آخر نظرة ولا آخر ركعة، لكن تقدر تضمن حاجة واحدة، إنك تعيش قريب من الصلاة. الصلاة مش واجب وبس، الصلاة رفيق الطريق اللي عاش معاها مات معاها. يمكن آخر صلاة ليك تكون الليلة، ويمكن بكرة، ويمكن بعد سنين. بس السؤال الحقيقي، هتكون صلاة شكل ولا صلاة قلب؟ وأخيرا أدعو الله، اللهم اجعل آخر أعمالنا صلاة ترضيك، وآخر أقوالنا شهادة تنقذنا، ولا تقبض يا رب أرواحنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وثبت يا رب قلوبنا عند الموت، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تحرمنا يا رب لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو الكلام ده لمس قلبك اكتب لي في التعليقات اللهم حسن خاتمتنا. وما تنساش تشارك الفيديو، يمكن يكون سبب نجاة حد غيرك. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.